نجتمع في هذا المكان المبارك نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أقدم أمامكم خطبة قصيرة تحت الموضوع أهمية التعلم. كل هذا ليس إلا لأمر أساتذتنا محبوبنا، عسى الله أن يوفقوا ما سأقول، آمين. أيها الإخوة الأعزاء، طلب العلم فريضة علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ووجوب طلب العلم كافة للرجل والنساء، للصغير والكبير، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. أيها الإخوة الأعزاء، كن عالما ولا تكن جاهل، لأن الله تعالى فضل عباده العليم على الجاهل، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال العلماء الأحيار: ليس المرء يولد عالما، وليس أخو العلم كمن هو جاهل. أيها الإخوة الأعزاء، لا بد أن نغتنم أوقاتنا بكثرة التعلم وتقليل اللعب، لأن التعلم وقت الصغار يسهل لنا لإقبال العلم وقوة في الحفظ. قال الشاعر: التعلم في وقت الصغار كالنقش على الحجار، والتعلم في وقت الكبار كالنقش على الماء. أيها الإخوة الأعزاء، ولكن لا بد لنا أن نتذكر بأن العلم بغير عمل كالشجر بغير ثمر. لذا